بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من اسكندرية. النهاردة رايحة فين؟ انا دلوقتي داخلة من شارع 45 من على البحر ورايحين لكوبري 45 نشوفوا اخر تطورات كوبري 45. بقالي فترة كبيرة ما صورتش الكوبري، ممكن شهرين او اكتر، فان شاء الله المرة دي يكونوا يعني خلصوا وانجزوا شوية في الكوبري وهنشوف مع بعض دلوقتي. انا ماشية دلوقتي في شارع 45، اختصرته لكم كده، ما رضيتش اجيبه بالتفصيل قوي، يعني كنت باخد منه لقطات علشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل بس. لكن هو موجود كتير على القناة، اللي حابب يشوفه موجود كتير قوي. ابحثوا بس، اكتبوا شارع 45 في لوجات رودي، هيطلع لكم الشارع من اوله لاخره من غير اي تفصيلة ما تنقص فيه خالص. احنا دلوقتي هنوصل للكوبري. الكوبري طبعا داخل في بداية 45 من ناحية شارع مصطفى كامل. بس قبل ما اوصل للكوبري يا ريت تدعموا الفيديو باللايك. انا عارفه ان انتوا لسه ما شفتوش حاجه، بس ادعمونا باللايك علشان خاطر انا بقالي فتره كبيره ما نزلتش فيديوهات عن القناه على القناه، فالدنيا نايمه خالص، والظاهر الفيديوهات كده ما بتطلعش قدام الناس. ادعموا الفيديو باللايك علشان خاطر يعني ايه، كل لايك منكم جميل كده بيخلي الفيديو يظهر اكتر قدام الناس. دخلنا احنا دلوقتي كده في المعمعة بقى. الكوبري على شمالنا زي ما حضراتكم شايفين، الجزئية اللي على شمالنا خلص منها في حدود 40% من الأعمدة والخرسانات. طبعا هي مستويين، مستوى علوي ومستوى منخفض. اللي هيجي مثلا من مصطفى كامل على مستوى من المستويات دي، واللي هيجي من الدولي على المستوى التاني، يا علوي او منخفض في الجزئية اللي على شمالنا. تمام. دلوقتي كده احنا خلاص خلصنا يعتبر شارع 45. هندخل بقى على يمين كده شارع مصطفى كامل. هنا بقى بداية شارع مصطفى كامل. هنا بقى تم تجهيز الجزء العلوي القادم من مصطفى كامل لل 45. كده بقى احنا دخلنا لشارع مصطفى كامل. ما فيش جديد فيه من الفيديو اللي فات، هم كانوا عاملين نفس الشغل ده، فكده ما فيش جديد فيه. الجديد اللي فيه بقى هنشوفوه دلوقتي ان هم عملوا 2 يوتيرن. عملوا 2 يوتيرن للناحية اللي احنا فيها دي لو حد عاوز يعدي الناحية التانية، واليوتيرن التاني لو حد الناحية التانية عاوز يعدي للناحية اللي احنا فيها دي. فدي طبعا حاجة حلوة يعني تختصر علينا المسافة. بس احنا طبعا ما عديناش من اليوتيرن الاولاني خالص، احنا فضلنا ماشيين مع طول الكوبري علشان خاطر تشوفوا اخر الكوبري ايه. احنا كنا ممكن اختصرنا وعدينا، بس لا احنا ما عديناش خاطر نصوره يعني. تمام. هنشوفه دلوقتي اليوتيرن دلوقتي، العربيه معديه منه، شايفين اهو على شمالنا، خدت بالكم؟ ده اول اليوتيرن التاني اهوت. فهو ده بقى الجديد اللي اتعمل في الجزئيه اللي احنا فيها. كل الكوبري كان جاهز من المرات اللي فاتت، هما اليوتيرنين دول هما دول اللي جداد يعني في الجزئيه اللي احنا فيها دي، اللي على شمال، اللي على يمين الكوبري، شارع مصطفى كامل على يمين الكوبري. تمام. بس واخدين بالكم العربيات راكنه تحت الكوبري ازاي؟ انا عملوه موقف، ده اللي احنا كنا خايفين منه قبل كده، ولسه كمان هتشوفوا العربيات راكنه قدام. مشاريع مشاريع مشاريع. الله اعلم بقى هو ده اللي هيبقى بعد كده ولا ده مؤقت يعني. هنا بقى اللي هنعدي من اليوتيرن ده، احنا كده الكوبري خلص خلاص، هنعدي بقى هنروحوا الجزء في شارع مصطفى كامل من الناحيه التانية. هنا بقى في الشارع هنا خلص يعتبر 80% من الجزء العلوي اللي جاي من مصطفى كامل. احنا هنا قصاد يا جماعة ميامي الجديدة. ميامي الجديدة، احنا هنا في ميامي الجديدة. تمام. المنطقة كلها تراب بقى، ومنطقة صعبة جدا جدا. وفي العاصفة اللي فاتت دي في اسكندرية كان الشارع هنا صعب جدا جدا يعني. اللي مسافر كان الناحية التانية بقى من الكوبري كان المية كتير جدا، فالعربيات كانت ماشية يعني. اللي مسافر كان بيقعد في المنطقة دي ساعة كده يعني. انت مثلا لو ناوي تسافر وتوصل على 10 المكان اللي انت مسافر له، اعمل حساب بقى في اليوم ده ان انت هتوصل على 11 وربع كده. هنا زي ما قلت لكم الكوبري خلصان بنسبة 80%. هنا مفيش حاجة بقى هنا يعني. اليوتيرن هي العربية، شايفين العربية اللي هي الزرقاء دي، نعتبروها زرقاء يعني، معدية هيت. ما كانش موجود اليوتيرنات دي قبل كده، فالمرة دي بقى موجودة. دي حاجة حلوة جدا طبعا. العربيات اللي جاية، وهنا لو حد عاوز يعدي الناحية التانية. ان شاء الله يعني، ان شاء الله بعد الكوبري ما يخلص ان شاء الله المنطقة تبقى احسن من كده، لان الشقق هنا غالية جدا جدا جدا.
الكومباوندات اللي موجودة هنا الشقق فيها ب3 مليون و4 مليون، وسمعت ان وصلت ل6 مليون. وميامي الجديدة الشقق فيها غالية جدا برضو، يعني لو شقة مثلا 100 متر 100 متر عاملة ممكن تعمل لها في حدود 800,000 أو 850. هنا بقى المعدة دي كانت بتحفر، وللأسف بقى أنا معرفتش هي بتحفر ليه. لو حد ساكن في المنطقة هنا يقول لنا هي ليه بتحفر كده. هنا بقى احنا داخلين على الدولي، تم بقى الانتهاء من 90% من الجزء العلوي والمنخفض من الخرسانة للي جايين بقى من الدولي إلى مصطفى كامل. واللي على شمالنا ده الجزء الخرساني اللي بيتحط فوق الكوبري علشان خاطر العربيات تمشي عليه. هو ليه اسم، بس انا بصراحة بحاول افتكر اسمه من بدري قوي، وبحاول حتى افتكره معاكم دلوقتي وانا بتكلم، انا ناسيه اسمه خالص. اللي هي اللي على شمالنا ده كله ده بقى بيتشال كده، يتحط بقى على الأعمدة، يعملوا الأعمدة، وبعد كده بيجوا شايلين القطعة دي بتيجي جاهزة، بيجوا شايلينها كده حاطينها فوق الأعمدة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين المشاريع واقفة تحت الكوبري ازاي؟ هل ده الوضع ده مؤقت ولا هيبقى بعد كده؟ الله أعلم. بس الوضع ما يطمنش الصراحة، يعني مش ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الناس اللي متابعيني بقى في كوبري 45 ده اللي كنا بنتكلم فيه زمان، كنا بنقوله يا ترى كان في متابعين بيقترحوا ان يعملوا محلات، يعملوا بقى حاجات حلوة كده تحت الكوبري. وانا قلت انا كنت برضو خايفة من ان هما برضو يحطوا عربيات او يفرشهم خضار والحاجات دي يعني. فالله اعلم الايام الجاية هتبين ان شاء الله. هنا الشغل طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده. الطريق طبعا هما بيجهزوا في الكوبري وبيجهزوا في الطريق، مش الكوبري بس. فان شاء الله نأمل خير في المنطقة، وان شاء الله بعد الكوبري ما ينتهي هينتهي امتى الله اعلم. المباني بقى اللي على يميننا دي، المباني دي بقى اللي الاسعار فيها غالية جدا جدا جدا. كنت سألنا مرة هنا، فالراجل كان بيقول يعني ب2 مليون و3 مليون، واللي في وشهم برضو نفس الاسعار كده. هنا عربية اسمنت اهو، يعني الشغل شغال يوميا يا جماعة، بس مش يعني ومش بأسرع حاجة الصراحة. يعني هو الشغل مش، انا كنت رايحة متوقعة ان هلاقي اكتر من كده، بس لا مفيش. يعني ان هما شغالين في كوبري محمد نجيب على البحر اسرع من هنا بكتير بكتير. هو طبيعي ان هم يشتغلوا هناك اسرع، لان طبعا محمد نجيب مش زي هنا. هناك لازم ينجزوا نفسهم عشان خاطر طريق البحر بيبقى طريق صعب جدا، بس المفروض برضو هنا ينجزوا برضو كمان، لان الكوبري برضو عامل عطلة جامدة جدا هنا، وتراب بقى والمالي المكان. المنطقة هنا فيها مدارس حلوة جدا، مدارس دولية، مدارس خاصة في المنطقة هنا. الجزئية هنا برضو مفيش فيها اي جديد، نفس اللي كنا مصورينه المرة اللي فاتت، هو نفسه، مفيش تغيير، لان هو مكتمل اساسا. يعني هو يعتبر كده مكتمل اصلا. العماير برضو اللي على يميننا دي، العماير دي برضو مش شايفة فيها اي جديد برضو. نعم، انا طلعت بره محتوى الكوبري، ندخلوا بقى على العماير. هما ليه ما بخلصوهاش الناس برضو اللي ساكنه هنا؟ ليه العماير دي ما خلصتش لغايه دلوقتي؟ كل ما اروح اصور ما فيش اي انجاز فيها خالص. شايفين الكوبري؟ انا بجيب لكم بس المستويات من بعضها. على فكره المستوى هنا باين في التصوير ان هو مش عالي قوي، لكن هو في الحقيقه عالي جدا. حتى انا كنت بقول لجوزي يعني احنا هنبقوا لما نطلعوا فوق الكوبري ده هنبقوا فوق قوي كده. قال لي انا عارفه ان هو بس يعني انا يعني قصدي ان المستوى العلوي ده عالي جدا كده. الفيديو خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني فيديو جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.